السلام عليكم. النهاردة هنعمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن من نص صدر فرخة بس تكفي فردين. احنا بنغسلها طبعا في مية النقع بتاعتها، بننقعها شوية مية وملح وليمون، وبعد كده نص ساعة كده ونبتدي ناخدها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نقطعها لشرايح زي ما انتم شايفين ونحطها في الكبة. طبعا الصدر ده انا لما بيكون عندي فرخة كبيرة بشيل الجلد كده لفوق شوية وابتدي اقطع او اخد شريحة من كل جهة، وابتدي اكون طبق كده اخليه عندي. في الظروف الصعبة دي والغلا بيبقى عندي طبق بانيه تاني جاهز، وجبة جديدة. طبعا انا ببتدي اخدها كده لفة في الكبة، مش عايزاها مطحونة قوي بس برضو مش عايزة اجزاء خشنة. نيجي بقى للتتبيلة بتاعتنا. معلقة ونص من بهارات الكفتة وبتبقى جاهزة، ومعاها نص معلقة كركم، ومعلقة زعتر سوري صغيرة، ومعلقة جنزبيل صغيرة، ومعلقة بصل كبيرة مطحون اللي هو البودر يعني، وتوم صغيرة بودر، ومعلقة صغيرة ملح بس يا جماعة، لأن البهارات دي بيبقى فيها نسبة ملح، فما تزوديش الملح عليها. وطبعا بيبقى معانا بقسماط الناعم، بس انا دلوقتي هحط الكمية دي عشان اضمن انها تختلط الاول. هنحط اللي معانا في الطبق، وبعد كده احط ال3 معالق من البقسماط الناعم اللي انا طبعا كنت مورياه في العرض. لأول مرة أشوف قناتنا يا جماعة وعجبوا الفيديو، يا ريت يعملوا لاصحابه يشيروا بحيث ان الكل يستفيد، وتعليق حلو منك، ولو عجبك يبقى لايك كده. ودلوقتي بقى خلاص معانا التتبيلة جاهزة. نحط بقى ال3 معالق من البقسماط الناعم علشان كده نشغل الكبة. تبقى دي كل المكونات اللي انا عايزة احطها حاليا من المواد اللي هي الصلبة. خلصت كده المجموعة، هبتدي اشغل عليهم الكبة عشان اضمن ان كل المكونات اختلطت مع العجينة بتاعتي. فطبعا زي ما انتم شايفين كده الكفتة بشغل عليها، ومعاها نص. بعد ما اخلص كده بجيب نص فلفلاية حمراء او جزء حتى منها، بحيث تديني طعم برضو حلو. وابتدي اخد كمان عندي 3 معالق كنت مفرزاها من البقدونس، ومعلقة كمان من البيكنج باودر صغيرة. وابتدي اخلط بقى كل ده. طبعا انا خلطت الخلطة في الكبة، والبيكنج باودر طلعتها وحطيت عليها البيكنج باودر. ابتدي بقى اخلطها بقى دي كويس قوي بايدي. بعد كده اما اتاكد انها تمام ابتدي بقى احطها في التلاجة كده نص ساعة او ساعة زي ما انتي عندك وقت، بحيث ان هي تشمع. وابتدي اخدها بقى. طبعا العجينة حلوة هي معايا، لو لقيتيها ناقصة او يعني طرية شوية قوي معاكي حطي معلقة بقسماط ناعم يمسكها شوية. طبعا انت اللي بتبقي شايفه العجينه، فانت ظبطيها بقى يعني، او الكفته بس ما تزوديهاش قوي علشان تفضل طعم الفراخ موجود. ابتدي اكور كده الكفته واشكها كده بالعصايه بتاعه الشيش طاووق. طبعا لازم تعمليها كده علشان دي بتدي الفراغ ده بيخليها تستوي بسهوله. وابتدي اصبحها. شوفي العجينه حلوه ازاي ومش بتقع ماسكه نفسها. وابتدي اخد بقى واحده واحده كده واكون العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه كده. الكفته يعني حجمها حلو، يعني الوجبه كلها هتكفي فردين. فانا كده بلفها في ايدي واكور وابتدي اشكها واعمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. طبعا انا هنا هستخدم المقلايه السيليكون، وانا عملتها في حلقه قبل كده. وزي ما قلت المقلايه السيليكون دي يعني بتخلي الحاجه تفضل يعني طريه كده وما بتنشفش معايا. فباخد طبعا في انواع منها. انا هاخد هي دي كبيره شويه، فهبتدي ادهنها من تحت بالزيت الاول عشان يعني لازم اديها طبق الزيت عشان تتحمر كويس. زي ما انت شايفه كده باخدها بالفرشه وابتدي امسحها كويس علشان التحمير من تحت يبقى متوزع. الخطوط دي بتخلي
التحمير يبقى حلو وتوزع، والكفتة كلها بتبقى مستوية. وابتدي بقى خلاص انا عملت الكمية بتاعتي كلها، وابتدي بقى اعمل بقى القرمشة اللي انا عايزاها. بجيب برضو بقسماط الخشن بقى اللي احنا بنعمل بيه البانيه، وباخد برضو عليه جزء من الناعم بحيث انها تاخد كل الكمية بقسماط خشن وناعم تتشربه. طبعا ده بيبقى معمول علشان البانيه زي ما احنا عارفين، بس احنا هنعمل هنا الكفتة مقرمشة بالبقسماط الخشن. ابتدي بقى ادحرجها كده على على البقسماط بتاعي، وهتاخد كل الكفتة بقى تبتدي تاخد اكبر كمية من البقسماط ده عشان تبقى مقرمشة. برضو عايزة اقول لكم حاجة بالنسبة للصواني السيليكون دي او القلاية السيليكون اللي هي بتبقى ساعات بنحطها بطانة للقلاية الهوائية. القلاية السيليكون دي لازم تمسكيها من الايدتين، ما تمسكيهاش بايد واحدة لانها طرية، فلازم تمسكي بالمساكة بتاعتك من الايدتين بتوعها اللي هم عاملينهم دول عشان الحاجة ما تتقلبش منك. خلاص كده هبتدي اكمل بقية الكمية بتاعتي. طبعا لقيتها نقصت شوية فزودتها. يعني ما تكتريش قوي عشان ما تبقاش فيه جزء متكون كتير. وعلى فكرة اللي بيفيد منها ممكن تعينيه في الكيس تاني، لان هي بتبقى ناشفة بتشرب بس. يعني الجزء اللي هيبقى متبقي ممكن صالح ان انتي برضو تحفظيه في كيس في التلاجة، في باب التلاجة، تستعمليه برضو في اي وقت. زي ما انت شايفة كده انا بحاول ادحرجها تاخد اكبر كمية من البقسماط علشان انا عايزاها مقرمشة كده وحلوة، واتاكد ان كل الاجزاء خلاص كده اخدت. زي ما انت شايفة هي ماسكة معايا يعني الكفتة ماسكة نفسها على الاخر وما هيش سايبة ولا اي حاجة. فده بيسهل عليا ان انا على طول. هي شوفي واخدة كمية حلوة قوي اهي. فهتبقى طعمها جميل جدا ومقرمشة وناعمة. هكمل بقى بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. خلاص كده خلصت الكمية. الله شكلها حلو قوي لما خلصت الكفتة كلها. نبتدي بقى ندهنها بمعلقة زيت بقى، او يعني ندهنها بالزيت بالفرشة بحيث انها تتشرب كلها، لان انت عارفين ان البقسماط بيشرب الزيت. خلاص كده اتأكدت ان هي كلها شاربة الزيت بتاعها اهو. ابتدي احطها في الرف اللي في النص يا جماعة، وبعيد عن الجزء بتاع اللهب، يعني ديها اليمين شوية بعيد عن جزء اللهب، لان دي برضو مادة مينفعش تبقى فوق اللهب مباشر. خلاص كده سبتها حوالي تلت ساعة حاجة زي كده، وطلعتها لقيتها من تحت اتحمرت. ابتدي اقلبها على الوش التاني علشان تاخد بقية التحمير وادخلها تاني. طبعا زي ما انتم شايفين الكفتة ريحتها جميلة جدا وشكلها كمان أجمل ومقرمشة ولذيذة جدا، معاها طبق المكرونة وليمونتين مملحين وكم قطعة فلفل كده، وجبة غذائية كاملة. وطبعا احنا حاطين معلقة زيت وفي الفرن، فكده وجبة صحية. ودايما مع أكلات ماما دودي مع الأكل الصحي دايما معايا.